في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. ومصر أهم دائما، هي الأهم دائما، هي الأولى دائما، ليها كل الصلاحيات. الحقيقة إذا كنا عندنا في برنامجنا بنقول مصر الأهم، مصر الأهم ليست فقط مجرد اسم برنامج ولا مجرد شعار، ولكن هو مشروع حياة. الحقيقة يمكن انتهى أخيرا ماراثون التعديل الوزاري بما له وبما عليه، بتكليف 10 من الوزراء الجدد بالانضمام إلى الحكومة. هل يستطيع هؤلاء الوزراء الحقيقة أنه يقدموا جديد للمواطن البسيط اللي ممكن نقول أنه صبره نفذ؟ الحقيقة الأيام الجاية هترد على الكثير من التساؤلات، ولكن النهاردة بنفتح الموضوع تفصيلا مع 2 من ضيوفي الأعزاء. شدني يكون موجود معايا دكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الإجابة الديمقراطية. أهلا بحضرتك معنا دكتور أسامة. وأيضا يسعدني يكون موجود معايا ضيفي العزيز دكتور جمال سلامة، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معايا. يمكن اسمحوا لي بداية، الوزارة في هذا التوقيت تعتبرونها تكليف أم تشريف لمن يقبلها ولمن تعرض عليه؟ الوزارة ويمكن كلمة تكليف أو تشريف ده تعبير تقليدي اتقال من زمان، من عشرات السنين، وربما منذ عرفت الوزارات في مصر. يعني إذن هو مرتبط باسم الوزارة يعني؟ يعني على أساس إن برضه تعرف إحنا ساعات مغرمين بالمحسنات البديعية أو بالسجع أو حاجة. التكليف وتشريف، هي قطعا أي وزارة هي تنطوي في نفس الوقت على تكليف وتشريف طبعا. أن يتولى الإنسان أيا كان وضعه وزارة أو يعني منصب الوزارة، هذا شيء طبعا مشرف له، لأنه في النهاية منصب الوزارة منصب رفيع. إنما قطعا هي أيضا تكليف، لأنه مهمة ثقيلة أن يكون الإنسان مسؤولا عن قطاع من القطاعات المهمة في الدولة. في بلد مثل مصر هذه مسألة ليست سهلة، إنما قطعا في الظروف الحالية هي في غاية الصعوبة بلا شك. غاية الصعوبة لأكثر من سبب. أولا أن هناك بالفعل الآن في مصر في كافة النواحي نوع من التعثر، نوع في مشاكل، لأن مصر أهم سمة للوقت الراهن أنها في مرحلة ما بعد الثورة. مرحلة ما بعد الثورة في أي مجتمع من المجتمعات هي مرحلة فيها اضطراب، فيها عدم يقين، فيها مشاكل. ثم إذا أضفت إلى هذا أنه الحزب الذي تولى الحكم هو حزب الحرية والعدالة، هو حزب حديث بالحكم، لم يسبق له أن مارس الحكم على الإطلاق، وبالتالي هو يفتقد بحكم التعريف إلى الكوادر أو السياسات أو البرامج التي تعين على الحكم. هو يأتي إلى الحكم بدون أي خبرة في الحكم أيضا. دي طبيعة الأشياء في المجتمع. أروح سريعا للدكتور جمال وأقول لك كيف ترى التعديل الوزاري الأخير؟ البعض تصور أنه في أعقاب الدستور قد يتم تغيير الحكومة بالكامل، ولكن جاء التعديل الوزاري محدود في حدود 10 وزارات، تم تسمية وزارات بعينها. الحقيقة أنا هاخدهم لسه وزارة وزارة، ولكن هل ممكن نعتبر هذا التعديل الوزاري بمثابة حكومة انتقالية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالي لن يطلب منها الكثير في هذا التوقيت؟ ولا احنا لا، ده احنا بنحاسب هذه الحكومة الموجودة حاليا باعتبارها النهاردة في السلطة حتى ولو لمدة شهرين فقط، إذا هناك مطالب ومسؤوليات كثيرة تقع على عبء هذه الحكومة؟ هي ممكن ناخدها من زاوية انها حكومة انتقالية او حكومة تسيير اعمال. لو احنا في ظروف عادية نتحدث عن تسيير اعمال بتتم بشكل يعني شبه طبيعي، ثم بعد ذلك تأتي حكومة لتسير هذه الاعمال كما هو معتاد، فبالتالي نعتبرها حكومة انتقالية ونخرج عن فكرة هل هو تشريف أم تكليف، ونقول أنه إسناد مناصب وزارية لأشخاص معينين جيئوا سواء كانوا بدوافع حزبية أو لاعتبارات سياسية أو لاعتبارات تقنية، لأنهم يعني خبراء في مجال أعمالهم. يعني ده في الظروف العادية، لكن نحن في ظروف استثنائية. سقف التطلعات بالنسبة للمواطن كبير جدا، لم يتحقق شيء ملموس على أرض الواقع، فبالتالي هذه الحكومة إذا اعتبرنا أنها حكومة انتقالية لتسيير أعمال حتى تأتي الانتخابات، ولا أحد يعلم حتى الآن متى سوف تعقد هذه الانتخابات، هل هناك بالفعل هل الظروف، يعني نحن في حالة أيضا ما زلنا في حالة رخوة، حتى وإن كان هناك نية بالفعل لعقد انتخابات في المستقبل القريب. البعض يتحدث عن 2 أو 3 أشهر أو كل هذه الأمور، لكن لا أحد يضمن الظروف هل ستجرى في هذا الموعد أم لا. فبالتالي أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة، إمكانيات محدودة. إذا كنا نتحدث عن
أن القدرات هي التي تحدد خيارات المرء، فبالتالي يعني طبيعي أن تكون هذه القدرات هي قدرات محدودة. وهذا بالفعل سوف إذا استدعينا مرة أخرى هاجس الانتخابات سوف نكون إذا اعتبرنا أن هذه الحكومة مجرد تسيير أعمال فقط، بمعنى أن الحال سيبقى على ما هو عليه بهذا التدني في مستوى الخدمات والتي يحصل عليها المواطن، وهذا التردي في الأوضاع الأمنية، كل هذه الأمور معنى ذلك أن هذه الحكومة سوف تخصم من رصيد الحزب الحاكم أو رئيس الدولة في التجربة الانتخابية. فبالتالي فعليها ألا تعتبر نفسها حكومة تسيير أعمال. طب حضرتك نعم. إذا كنت تعتبر هذه الحكومة ليست حكومة تسيير أعمال، إذن هي مطالبة بالكثير مطالبة في هذا بالكثير التوقيت. هل من المفترض أن كل وزارة تعلن عن خطة عمل وجدول زمني في هذا التوقيت؟ من المفترض بالفعل، لكن هل تعلن عن خطة عمل وجدول زمني أمام من؟ هل أمام الناس أم أمام رئيس الدولة؟ النهارده اللي هيحاسب أكتر هو الناس، يعني احنا ما عندناش برلمان، المفترض أن البرلمان يحاسب السلطة التنفيذية أو يحاسب الحكومة في ظل عدم وجود برلمان. إذا من يراقب الشعب من يراقب في هذا التوقيت. بالضبط كده، أنا معاك، لكن نعترف بعيوبنا ونعترف بالأوجه النقص في الخدمات التي بالفعل يجب أن يحصل عليها المواطن، ولا نتحدث حديث يوتوبي ونقول أن الاقتصاد في تقدم والسياحة استمرت ومستوى التعليم ومستوى الصحة. علينا أن نصارح المواطن بأن هناك تدني، وأن هناك نقص في الخدمات، وأن هناك نقص في السلع، وأن هناك تدهور في الأوضاع الاقتصادية، والخروج سوف يكون بهذا. سوف تستطيع الحكومة الحالية في الفترة التي متاح لها حتى عقد انتخابات وتشكيل حكومة جديدة أن تنجز خطوات معينة، ثم بعد ذلك توكل المهمة إلى من يأتي من الحكومة ومن يثبت بالفعل فعاليته في هذه الحكومة. رئيس الدولة يمكن أن يثبته أو يجيء به مرة أخرى. فبالتالي يعني القضية هي قضية يعني مصارحة قبل أن يكون هناك إفراط في أحاديث التفاؤل. التفاؤل طبعا شيء جيد جدا، لكن البعض يستغل نبرة التفاؤل لترويج الوهم على الناس. يعني القضية ليست قضية تفاؤل، يجب أن نكون متفائلون برغم كل الأحداث التي شهدناها ونشهدها، لكن يعني حديث التفاؤل إن لم يكن ضوابط لهذا التفاؤل قد يكون هو حديث غفلة وليس حديث تفاؤل. دكتور أسامة، يعني النهاردة وأنا بختار الوزراء الحقيقة بيبقى عندي مخاوف عدم وجود شخصيات تكنوقراط أو شخصيات ذو كفاءة عالية في الحكومة، يكون مردودها إيه على الشعب في هذا التوقيت؟ هو دائما مسألة اختيار الوزراء في أي حكومة بتحكمها معايير كثيرة. يمكن أشهر معيار في مصر أو أشهر يعني تعبير احنا بنقوله في مصر اللي هو التعبير القديم هو المفاضلة بين أهل الثقة وأهل الخبرة. يعني هل أنا آتي للوزارة في واحد أثق فيه وينتمي إلى الحزب بتاعي ويعني وعنده ولاء للحزب، ولا آتي بشخص له خبرة عميقة في المجال؟ طبعا كل منهما لهم مبررات ومفهوم. وأنت سياسي محنك وكلنا نعلم هذا، رأي حضرتك الأصح إيه في هذا؟ لا طبعا هو بالتأكيد لكي تسير أمور البلاد كما ينبغي لابد أن يكون هناك حد أدنى من الخبرة والكفاءة فيما يتولى المنصب. هذه مسألة أساسية. فإذا توافر شخص أو شخصيات تجمع بين كفاءتها وبين انتمائها للحزب الحاكم أو تكون بما يولد الثقة قطعا هذا يبقى شيء عظيم. إنما هو الخوف في الحقيقة أنه في هذه الظروف في مصر ونتيجة اعتبارات كلنا فاهمينها ومتعلقة بالصراع السياسي وبالأجواء العامة، ربما يكون هناك تفضيل بشكل أو بآخر لأهل الثقة أو الموثوق فيهم. نعم. وهذا يفسر إلى حد كبير أن كثير من أسماء الوزراء زي ما حضرتك قلت لا أحد يسمع عنهم، لا أحد يعرفهم، وعلما بأن الأسماء الكبيرة في مجالاتها غالبا ما بتكون معروفة أو على الأقل تبقى معروفة لأهل المهنة أو أهل المجال نفسه. وبالتالي احنا في الحقيقة إزاء مشكلة حقيقية، لأنه إذا كان الثقة هي المعيار الذي غلب على اختيار وزراء ممكن تبقى مشكلة كبيرة، وممكن تبقى مشكلة بالفعل تنعكس على أداء الوزارة وعلى أداء الحكومة في وقت نعلم جميعا فيه أنه المجتمع المصري فيه مشاكل حقيقية
والمجتمع المصري بالفعل فيه نوع من تفاقم عديد من الأزمات والمشاكل، واللي في الحقيقة ملهاش علاقة بأي حاجة غير المناخ العام اللي موجود في البلد في الحقيقة. دكتور أسامة، بياخدني لمعايير اختيار الوزراء، هل هذه المعايير مفترض أن تكون معايير ثابتة ولا تختلف باختلاف المرحلة؟ طبعا بتختلف حسب الظروف، ما فيش نقاش، وطبعا وخصوصا في أوقات تغيير ثوري زي ده. فأنت قطعا بعد ثورة، بعد تغيير سياسي مهم، يهمك تجيب الناس اللي يعني قطعا. خلينا نتكلم بشكل أكثر وضوحا. آخر وزارة قبل الثورة الوزارة أيام حسني مبارك، وكان رئيس الوزراء مش فاكر مين آخر رئيس وزارة. هذه الوزارة قطعا كان فيها وزراء على مستوى عالي من الكفاءة لا يمكن إنكاره، لا يمكن كفاءته. يعني واحد زي مثلا يوسف بطرس غالي كان وزير للمالية، ده ما حدش ينكر ان هو شخص كفء. او واحد زي محمد رشيد مثلا، او ما اعرفش، يعني في اسامي كثيره لوزراء كانوا اكفاء. نفس السؤال بيطرح دلوقتي، لماذا تم رحيل وزير الماليه الحالي برغم انه يمتلك خبره طويله يعني؟ ودي انا مش عارف في الحقيقه، انا شخصيا ليست عندي اي معلومات يعني خاصه عن لماذا دخل هذا ولماذا خرج ذلك. انما بالتاكيد عنصر الكفاءه اساسي في مرحله بالفعل البلد فيها تحتاج الى من يمتلكون، وخصوصا ان في احد مزايا مصر اللي هي اللي تفاخر بها الدنيا كلها، ان فيها عدد هائل من الكفاءات في كل المجالات. بالتأكيد. يعني ده مصر بتقدم وزراء وعلماء لكافة أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي، بيروحوا في بلاد تانية ويبنوا هم مؤسسات ويبنوا بتاع. ايوه والله احنا بنمتلك كفاءات دكتور أسامة، اسمح لي، في مجال القانون، في مجال كتابة الدستور، في كل المجالات، دساتير الدول العربية، في كل المجالات. والحقيقة أنا هروح سريعا للدكتور جمال وأسأله، هل الوزارة بعد تعديلها تكمل على سياسات الوزارات السابقة، ولا زي ما اعتدنا لازم نقطة من أول السطر؟ قبل ما أخد إجابتك أخد تقرير الحقيقة عن مطالب المواطنين من الوزارة الجديدة، ونرجع سريعا للدكتور جمال. مرة تانية مع حضراتكم. ده رأي الشارع وده رأي الناس بتقول ارحمونا شوية، يعني ده اللي كنا بنتكلم عليه في بداية حلقتنا. مش عايزين نوصل لمرحلة الانفجار الشعبي، لازم أما يكون في تعديل وزاري لابد أن الشخصيات اللي تم اختيارها تكون شخصيات متخصصة، لابد أن احنا نستشعر نتائج على أرض الواقع، نتائج ملموسة. الشعب من حقه يحس بعد سنتين من الثورة وبعد 6 أشهر من اختيار السيد رئيس الجمهورية أن هناك نتائج تتحقق على أرض الواقع علشان خاطر نقدر نكمل. ما أنا لازم أدي علشان آخد. رأي حضرتك دكتور جمال؟ في أوقات الأزمات وحينما يكون هناك اختلافات سياسية وهناك نوع من الحالة اللي بتشبه الحالة المصرية في بعض الأحيان، في حكومات بتسمى حكومة شخصيات. يعني إيه حكومة شخصيات؟ إن إحنا بنجيب أشخاص قد لا ينتموا لأحزاب معينة، لكن بيحظوا باحترام أو ليهم إسهامات اجتماعية، بيحظوا باحترام في المجتمع. قد يكون بعضهم دعاة، قد يكون بعضهم علماء، قد يكون بعضهم سياسيين، قد يكون بعضهم فنانين، قد يكون بعضهم كتاب. هذه معروفة. يعني فرنسا هي أول من ابتدعت فكرة حكومة الشخصيات، بمعنى إن برغم من إن الحزب الفائز ليه أغلبية، ده غير الحكومة الائتلافية والحكومات اللي هي من الائتلاف الأحزاب، لكن هناك أزمات داخلية المجتمع بيمر بيها. لكي نعبر هذه المرحلة في نوع من الحكومات، وده احنا بندرسه ده في وقت الأزمات. طبعا يعني احنا طبعا حديث العهد بالديمقراطية لم نتطرق لازم بنيجي نشكل حكومة نسمى حكومة شخصيات، أشخاص قد يكونوا لهم انتماءات حزبية أو قد لا يكونوا، لكن في النهاية المعيار الأساسي قد لا يكون أيضا كفاءة إدارية، لكن ليهم إسهامات اجتماعية بيحظوا بالقبول والاحترام الاجتماعي، فبالتالي يشكل من ضمن هؤلاء حكومة شخصيات. في أيضا دول أخرى بترى عكس ذلك. يعني هذه التجارب يعني ليست يعني نمط، يعني حسب ظروف كل مجتمع، لكن احنا بنتكلم على دول معينة بترى أن الحكومة التكنوقراط قد تكون سبيل أيضا للعبور بالأزمة حتى تمرر بعض المراحل. أشخاص لديهم أيضا إسهامات في مجالاتهم، إذا كنا نتحدث عن وزير نقل أو وزير اتصالات أو كل هذه الأمور، أشخاص لهم إسهامات سواء كانوا أكاديميين أو كانوا يعملون في العمل الإداري أو العمل الوظيفي. دكتور جمال، ده بياخدني لجزئية غاية في الأهمية. لما كنا نتحدث عن حساب الحكومة، يعني كيف نحاسب الحكومة؟ قال لك والله أنت ما تحاسبش الحكومة إلا إذا كنت أنا أشكل هذه الحكومة بالكامل.
يعني النهارده انا كحزب اغلبيه مفترض لو هحاسب الحكومه لازم تبقى الحكومه تم تشكيلها من قبل حزب الاغلبيه بالكامل. طب لما يشكل هل هذا ما تم حدوثه على ارض الواقع دكتور اسامه؟ يعني النهارده اصبح الحكومه التي تم تشكيلها تنتمي بالكامل الى حزب الاغلبيه وبالتالي يجوز محاسبه هذه الحكومه ولا الامر ليس بهذا الشكل؟ انا لانني لا اعرف هويه الوزراء بالضبط، فانا ما اقدرش اجاوب عن هذا السؤال. انما انطباعي ان ما فيش، لا. بس انا هنا عايز اقول بالاضافه الى الكلام المهم اللي قاله الدكتور جمال انه مساله الكيفيه التي تختار بها الحكومه برضو دي لها تقاليد كتيره في النظم السياسيه في العالم. يعني مثلا حيثما في بعض الحالات بيكون الوزير بالدرجه الاولى وزير سياسي، يعني بيعبر عن الحزب او الاتجاه اللي جايبه اكتر منه وزير متخصص قوي في مجاله. وفي هذه الحالات في الحقيقه بيكون العبء الاساسي في اداره العمل التنفيذي الحقيقي في الوزاره على الشخصيه الثانيه او الثالثه. ده في النظم البرلمانيه بالظبط كده، وفي الظروف العاديه بالظبط. وكيل وزاره او وكيل اول وزاره هو في الحقيقه اللي بيدير الوزاره، وهو اللي بيحافظ على الاداء، وهو اللي بيحافظ على الكفاءه بتاعتها. انما بيبقى الوزير ده الى حد كبير يعني رؤيه سياسيه، ليه مجرد يعني ايه واجهه سياسيه او شيء من هذا القبيل. فالمساله في الحقيقه بتعتمد على نوع النظام السياسي، نوع الحزب السياسي اللي بيقود، المعايير اللي بتتاخد. وهنا مصر بالذات النظام السياسي فيها دايما في اختلاط بين ان يكون نظاما رئاسيا او نظاما برلمانيا. تمام. وخصوصا المعايير اللي قلتها دي تقتصر اصلا على النظام البرلماني. وللاسف ان احنا في مصر ما نقدرش نحدد طبيعه النظام السياسي بشكل حاسم لغايه دلوقتي. في اختلاط بين النظامين السياسي يعني شكل الدولة حتى الآن، برغم ان لجنة نظام الحكم كانت قد حددت وقالت احنا ما بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، لكن انت شايف حضرتك ان في الوقت الراهن من الصعب ان احنا نعرف ايه الشكل النهائي طبعا. طب انا اخد اتصال تليفوني من سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا وسهلا، مساء الخير يا فندم، وتحياتي للاستاذين الكبيرين الدكتور اسامه الغزالي والدكتور جمال سلام. اهلا بحضرتك معنا يا فندم، ويمكن احنا نتحدث دلوقتي عن التعديل الوزاري الاخير وانطباع حضرتك عن هذا التعديل. يعني هو الحقيقه طبعا قلوبنا معهم زي ما الاساتذه اتكلموا، هي الفتره اللي قصادهم فتره مش فانها مش مستقره ايضا استقرار كامل يمكن من تحقيق انجازات كبرى. انا يعني هتكلم عن وزاره التنميه المحليه. هذه الوزارة طبقا للمواقف الحالية مسؤولياتها ضخمة جدا وإمكانياتها قليلة جدا. هذه المحافظة بتنتشر في جميع هذه الوزارة بتنتشر في جميع محافظات مصر ومراكزها وقراها بقانون الحقيقة قانون المحليات فيه عوار شديد ويحتاج إلى ضبط وتعديل. ومن سبقني من الوزراء ومن لحقني من الوزراء حاولوا يصلحوا هذا العوار، إن يحصل تركيز للأسبقية الأولى. إذا قدرت الوزارة أنها تخلص بس الأسبقية الأولى ليها هتبقى فعلا مهدت الطريق لمن يأتي بعدها. سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، بشكرك يا فندم جزيلا على هذه المداخلة. الكلام طبعا واضح، يعني في كلام عن ان احنا محتاجين مزيد من القوانين في الوقت اللي بيؤكد فيه كثيرين على ان هناك القوانين التي تغطي كل مناحي الحياة وتبقى آلية تنفيذ هذه القوانين او كيف تضعها حيز التنفيذ، وده طبعا ساعات كثيرة ما بيحصلش. ولكن الكلام واضح ان قد يكون سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني سار على ضرب من سبقه أو استكمل الخطط التي بدأته، ولكن هل سيادة الوزير محمد علي بشر يستكمل نفس المنظومة؟ النهارده احنا في حاجة لوقفة مع نفسنا. يعني أنا في تصوري دكتور جمال حضرتك ليك تعقيب على هذا الكلام، وأنا شايفك بتكتب ومتابع، فاخد تعقيب حضرتك ونروح سريع للدكتور نعم. هو في البدايه يجب ان تكون هناك رؤيه، طبعا اتفق مع الحديث عن يجب ان يكون هناك الرؤيه بتعبر من خلال او بتجسد من خلال خطط. نتحدث عن خطط خمسيه، خطط للتنميه، خطط للقضاء على العشوائيات لو كنا نتحدث في اطار التنميه المحليه. لا ترتبط باشخاص، لا ترتبط بالاشخاص، فبالتالي هذا الامر هو غائب، يعني غائب من مصر منذ يعني سنوات عديده. أيضا نتحدث في الوقت الحالي، يعني لا نتحدث عن خطط واضحة أو رؤية واضحة الآن، يعني الرؤى لم تتبلور بعد.
نتيجة أيضا كما تحدث أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة الغزالي، لا يوجد كوادر فكرية تتحدث. أنت القضية ليست قضية استملاك أو استحكام أو حكم أو كل هذه الأمور. كيف ستحكم؟ ما هي الخطة وما هي الرؤية؟ ويعني هل رؤيتك مجرد للحكم أم للنهوض بهذا البلد وهذه الأمة لكي تتبوأ مكانتها؟ وكيف يمكن توظيف الإمكانيات واستجلاب إمكانيات أخرى؟ كل هذه الأمور أنا أظن بالفعل حينما تمتلك الرؤية تستطيع بالفعل. يعني كيف تبنى الأمم؟ تبنى من خلال رؤى، ثم بعد ذلك إرادة، ثم إدارة. تأتي الإدارة بعد الرؤية. حينما تمتلك رؤية ثم تترجمها، تكون لديك الإرادة للنهوض أو لتنفيذ هذه الرؤية، ثم بعد ذلك تأتي الإدارة في مرتبة ثالثة، ثم بعد ذلك الإمكانيات. أظن بالفعل نحن في حاجة إلى هذه الرؤية. أنا أستطيع أن أؤكد أنها لم تتبلور بعد. كل ما يتم التحدث عنه هو فكرة من العشوائيات السياسية، عشوائيات فكرية، نوع من التخبط في القرار. يعني نرد كله إلى رد الفعل. لم نملك بعد زمام الفعل في القرار، سواء كنا نتحدث عن القرار الداخلي طبعا ناهيك عن القرار الخارجي المتخبط أيضا. طيب دكتور أسامة، لو قلت لحضرتك أن الحكومة الجديدة البعض بيطرح سيناريو إذا كنا نرجو منها تحقيق نتائج في هذا التوقيت، مفترض أن يكون هناك مشروعات معدة سلفا الحكومة دي جاية تشتغل عليها. هل الكلام ده يعني قريب من الصواب بصورة أو بأخرى ولا حضرتك لك رأي؟ هو ده المفترض نظريا في الحقيقة، إنما أنا ما أقدرش أقول إلى أي مدى هذا الكلام صحيح أو سليم أو متاح أو منفذ. وخصوصا أنه أنت دلوقتي جاي في المشكلة الأساسية، أن اللحظة الراهنة أن هي منذ من يناير 2011 احنا عايشين في ظل تغيير ثوري، في تغيير شامل حصل في المجتمع المصري، وهو ده الحقيقة الحقيقة اللي هي بتطبع أو بتطغى على كل ما يحدث الآن في مصر. فدي بالتأكيد بتخلي مهمة الحزب اللي يتولى الحكومة، يعني في الحقيقة أنا دايما أسأل نفسي أقول أنه حزب الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين الذين قدر لهم أن يكونوا هم أول من يحكم مصر بعد الثورة، يعني اتحطوا في موقف لا يحسدوا عليه. يعني أنا الحقيقة لو واحد عايز يورطهم مش هيعمل أكتر هم فيه دلوقتي. موقف اختبار صعب جدا. وأنت تخيل أنك أنت حزب، مش حزب الحرية والعدالة، أي حزب في هذا. ليه؟ لسبب بسيط، إن مصر كان فيها احتكار سياسي لعقود طويلة من جانب حزب معين وفئة معينة. هذا الحزب انتهى فجأة، فكل الأحزاب الأخرى ملهاش خبرة كبيرة يستوى في هذا الحرية والعدالة ويستوى هذا الوفد مع التجمع مع وإن كان البعض كان يعمل على أرض الواقع أو في الشارع لسنوات، فهو يعني كان أكثر تنظيما من لا يعني البدائل لا يوجد لديهم بدائل. ما فيش بدائل بأكملها. يعني ما نقدرش نقول مثلا إن حزب من الأحزاب مهيأ لهذا لسبب بسيط، إنك أنت في الحقيقة لم تكن تعيش في مجتمع ديمقراطي حقيقي يسمح. يعني في المجتمعات الديمقراطية بيحصل تداول حقيقي للسلطة، وبالتالي الحزب اللي بره الحكم بيكون مجهز نفسه، بيكون في حكومة أخرى بديلة، ويكون عنده وزراء آخرين في كافة المجالات بيجهزوا. أمر مختلف عما عليه عندنا هنا، بحيث إن هو ساعة ما يحصل تغيير وهو جاهز للحكم. إنما أنت ما كانش في حاجة زي كده، كان مثلا الحكم محتكر من حزب واحد ولا 60 سنة، وبالتالي كل القوى الجديدة بما فيها الحرية والعدالة بتمارس عمل هي غير مدربة عليه، غير مهيئة له، وفي نفس الوقت ما فيش أي خبرات حقيقية ليه، وفي نفس الوقت في تربص من القوى السياسية الأخرى برضه. وبالتالي الحقيقة يعني أي حكومة وأي وزير بيعمل في هذه الظروف لا شك أنه يعني في وضع حرج جدا وفي وضع صعب جدا. ده يخليني أسأل حضرتك، يعني الحقيقة إذا كان في ظل الحكومة الحالية وفي ظل انتهاء الأمر فيما يخص الدستور، وأيضا بالنسبة لمجلس الشورى والاستعدادات حاليا للانتخابات البرلمانية، ما هو وضع التيار المدني الحقيقة؟ يعني هل يستعدوا بقوة لهذه الانتخابات البرلمانية، يعني في محاولة لإيجاد مساحة ليه على الخريطة السياسية بصورة أو بأخرى؟ ما هي دي طبعا المعركة الحالية دلوقتي في مصر، إنه في انتخابات قادمة، في حزب له الأغلبية الآن وحزب الحرية والعدالة، في قوة أخرى بتحاول أن تزاحمه، وهي دي آلية الديمقراطية طبعا.
إنما القوى الأخرى هذه أيضا بتتكون من أحزاب متعددة، عليها تحدي هي كمان أنها تنسق فيما بينها وتحاول أن تنزل انتخابات بقائمة موحدة أو بتنسيق بينهم فيما بعضهم. وأعتقد أنه المرحلة القادمة في السياسة المصرية سوف تشهد استمرار لهذا الصراع السياسي الحقيقي. المهم أن يكون صراع متحضر، يكون صراع سلمي، يكون صراع راقي، بحيث بالفعل يكون بيخدم مصلحة صراع حواري، يعني حواري ويكون في أو حوار تقبل الآخر. طبعا الموضوع مختلف، ولكن هل الاتجاه العام نحو التكتلات يا دكتور أسامة؟ طبعا. الانتخابات القادمة؟ طبعا. ده فعلا هيحصل على أرض الواقع ولا ده مجرد بس تصريحات؟ لا أنا أعتقد أن وجود كتلة ضخمة اسمها الحرية والعدالة أو التيار الإسلامي بيرغم القوى الأخرى على أن تتكتل. توفيق المصالح، يعني خلينا برضو نقول، يعني حتى إذا كنت أنا أتجه نحو التكتل في الفترة القادمة تظل المصالح الفردية الخاصة بكل حزب، خاصة بكل شخصية، هي العائق قدامنا لتنفيذ هذه الفكرة فيما يخص التكتل للتيار المدني. هل في حضرتك في تصورك بعد ما استفدنا من درس البرلمان السابق، هل التيار المدني في الفترة القادمة ينحي المصالح الشخصية جانبا ويبدي يعني مصلحة الوطن زي ما بيقولوا، إذا كان التكتل يعني بالنسبة له مصلحة الوطن؟ يعني إذا كانتش المصالح هي اللي هتجمعه، فيبقى على الأقل التحديات. هو بيواجه تحدي أيضا، التيار المدني بيواجه بالزبط. تحدي كبير، هو تحدي يعني هو الإنسان بيأتلف مع الآخر نتيجة لوجود مصلحة مشتركة أو تحدي بيواجهه. فبالتالي إذا كان لا يفهم لغة المصلحة أو المصلحة الوطنية أو المصلحة العامة، فبالتالي عليه أن يفهم لغة التحدي، أنه أمام تحدي بالفعل، لأن البرلمان هو عصب العملية السياسية. التشريع هو عصب العملية السياسية برمته، مهما بلغ الرئيس من سلطات ومهما دبج له الدستور من سلطات، يستطيع إذا كان هناك توازن في البرلمان أن يرشد من سلوك الرئيس أو من سلوك السلطة التنفيذية، أو يعرقل السلطة التنفيذية، أو حتى يعدل الدستور الذي يعني قيل فيه ما قيل. لكن فبالتالي إذا لم يكن هناك يعني هذا التحدي يمثل بالفعل يجعل القوى الأخرى أن تجنب المصالح الشخصية دي. احنا كلنا بشر يعني لسنا ملائكة، كل القوى السياسية لدينا أطماعنا وشهواتنا ونريد بالفعل أن نعلو على الآخرين. كل هذه طبيعة البشر، وإلا ما هنكون أشخاص نورانية مش موجودين. لكن في النهاية عليك أن تفهم أنك أمام تحدي، كما أن التيار الديني أمام تحدي أيضا، هو تحدي تقديم خدمات أو تسيير أمور المواطنين بشكل ما أو بآخر حتى يعني لا تنقلب أصوات الناخبين عليه. فأيضا على التيار الآخر، التيار أو ما يسمى بالتيارات المدنية بالفعل، أن يعني تعلم جيدا أنها أمام تحدي هام. هي المعركة الأخيرة التي ستخوضها بالفعل، إذا كانت بالفعل يعني نكون أو لا نكون، هذه هي المعركة وليس هذه هي مخاوف كثيرة الحقيقة كانت في الشارع فيما يخص مجلس الشورى وفيما يخص القوانين التي قد تصدر عن هذا المجلس. حتى الآن نحن في انتظار هذه القوانين. في تصور حضرتك أهم القوانين المفترض أن تصدر في هذا التوقيت؟ من المفترض أن لا تصدر أي قوانين من هذا المجلس. أنا بالفعل لماذا؟ يعني طبعا بخلاف قانون الانتخابات فقط يعني، لكن أي قوانين أخرى بالفعل هذا المجلس أيضا مشكلة ليه؟ أنت حينما تشرع يجب أن تكون منتخبا. هذا المجلس على الأقل يعني عمليا، وسنتحدث عن النظريا، عمليا ثلث الأعضاء 90 أو ثلث الأعضاء مش منتخبين. فبالتالي يعني انت عارف بداية النظام البرلماني لما كان بدأ في بريطانيا وصراع في القرن العاشر الميلادي، وكان هناك صراع استمر حوالي 8 قرون بين البرلمان وبين السلطة التنفيذية اللي هي سلطة الملك، انه يقولوا مش من حقك انك تفرض اي قانون او تجند جندي او تجمع اي ضريبة الا اذا كان هناك اشخاص منتخبين. كان هناك برلمان موجود في القرن العاشر، لكن البرلمان كان اللي هو مجلس اللوردات كان معين، قالوا لا ما ينفعش. بالظبط كده، انت دول معينين، المعين ما ينفعش، هو لا يمثل الناس، انت اللي عينتهم. كذلك فاحنا عندنا التلت متعين، فبالتالي هنا في نوع من يعني عدم المنطقية. كيف يكون الوضع بالتالي يعني إذا كنا نتحدث بمنطق الضرورة، يعني بمنطق الضرورة كفاية جدا إنه يشرع أو إنه يتحدث عن قانون الانتخابات إلى أن يأتي برلمان جديد، ثم بعد ذلك يستلم سلطة التشريع يسترد التشريع لأنه هو البرلمان المنتخب. بالتالي
التشريع. فبالتالي أنا لا أميل إلى أن يصدر هذا المجلس أي قوانين إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، أو القوانين التي بالفعل هي يعني فكرة المضطر. فكرة المضطر. نعم. طيب دكتور أسامة، لو قلت حضرتك توقعاتك من الحكومة الجديدة. احنا عرفنا، انا اعرف ان حضرتك قلت لي انا لا اعلم الكثيرين منهم، ولكن بالتاكيد يعني هناك تطلعات يعني الى نتائج سوف تحدثها هذه الحكومه الجديده. انت بتامل ايه مش خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين؟ لا، الامال امل ان تستطيع ان تسير الامور على الاقل بالحد الادنى المطلوب لاحداث درجه معينه من الاستقرار في البلاد. لان قطعا في مشاكل وفي توترات سياسيه، وهذه تؤثر مباشرة على المواطن وتؤثر أكيد. مباشرة. وخد بالك المشكلة أنه السياسة في النهاية ليست غرضا في ذاته. السيادة في النهاية هدفها أن يعيش المواطن حياة كريمة. فإذا لم تستطع الحكومة أن توفر المواطن هذه الحياة الكريمة فتصبح فاشلة من الآخر كده. وبالتالي وكل الكلام في السياسة وكل الصراع السياسي يتضاءل إذا لم يجد الإنسان في يوم الصبح مواصلات جيدة، إذا لم يجد لسه أقول لحضرتك إن هناك وزارات ماسة مع المواطنين في حياتهم اليومية. خلينا نتكلم عن النقل، كهرباء، الصحة، التموين، دي وزارات تحتك بالمواطن بصورة هو ده في النهاية. طبعا في النهاية دي السياسة. يعني إذا لما الواحد فينا بيروح في أي عاصمة أوروبية ويجد الناس عايشة في بحبوحة من العيش، المواصلات سليمة، التعليم جيد، ده معناه أن الحكومة جيدة، أن الحكومة كفء. في النهاية السياسة ليست غرض في ذاته. المواطن العادي مش هياكل سياسة ويشرب سياسة. المواطن العادي عايز سلعة يشتريها رخيصة، عايز مدارس تقدم له من كده بكتير. بالظبط، عايز بالظبط كده، عايز لما يروح المستشفى يجد علاج. هو ده في النهاية السياسة كده. فإذا لم تفلح الحكومة أيا كان بقى الحزب الذي تمثله وأيا كان الشعارات التي ترفعها في أن توفر هذه الحياة الكريمة للمواطن، هي فشل، وفشل لا سياسي. في حالة هذا الفشل لا قدر الله يكون ردة الفعل الشعبي. يعني الناس النهارده، خلينا نبقى واضحين مع حضراتكم، الناس تنتظر الكثير ليس من الحكومة الحالية ولا بعد التعديل الوزاري، ولكن من الحكومة اللي فاتت. النهارده زي ما قلنا النقل، الكهرباء، الصحة، التموين، الداخلية، زي ما الدكتور جمال تفضل وقال، دي كلها وزارات ماسة مع الناس. ناس في حاجة إلى الأمن، وفي حاجة إلى لقمة العيش، في حاجة إن نخلص من موضوع البطالة، في حاجة لموضوع الصحة ومشاكل المستشفيات. ويمكن هنفتح هنا ملفات المستشفيات وما بها من سلبيات. الحقيقة الداخلية وعودة الأمن والأمان، الحقيقة يعني أكتر من وزارة تحتك بالمواطن بصورة مباشرة. ماذا يكون الحال دكتور جمال في حالة لم تحقق الحكومة الحالية بعد التعديل الوزاري النتائج المرجوة؟ يعني كما قلت، المواطن العادي هو محتاج طبعا. هذه الثورة فتحت آفاق جديدة لأنه يهتم بالسياسة. كان أقصى اهتمام المواطن هو بالمباريات الكورة، وهذا كان شيء جيد. يعني أنا لا أسفه من هذا، لكن في النهاية يعني أنت فتحت لهذا المواطن، أو فتح لنفسه آفاق جديدة. منتظر بالفعل أن تترجم هذه الشعارات وهذه الكلمات وهذه الخطب إلى واقع ملموس، إلى يعني تنفيذ. إلى تنفيذ. طبعا. إذا فبالفعل هو عاوز يغير كده. يعني القضية إن المقدمات بتشير إنك بتسير في طرق خاطئة، سواء كنا نتحدث عن أداء اقتصادي أو نتحدث عن أداء سياسي، التعامل مع الآخر أو التعامل مع القوى الأخرى، أو حتى على المستوى العلاقات الخارجية أيضا. يعني إحنا بنسير في طرق. كل هذه الأمور هي تنتقص من رصيدك. تتحدث عن ديمقراطية وعن لعبة ديمقراطية وعن منافسة شريفة وعن كل هذه الأمور، فبالقطع هذا سوف ينتقص من رصيدك، وسوف يعني تواجه هذا بإخفاق في العمل البرلماني أو في نسبة حصولك على المقاعد. لكن إذا كنت تتحدث عن فكرة استحواذ والتفاف حول يعني مطالب المواطن بأشياء أخرى ومحاولة الاحتواء، كل هذه الأمور قد تؤدي إلى انفجار. ما الثورات الانفجارات والثورات وأعمال العنف حينما لا يجد المواطن وسيلة للتغيير أو وسيلة لتلبية مطالبه في الحد الأدنى، فبالتالي انتظر العنف بالتأكيد. طيب دكتور أسامة، في 10 ثواني، هل تتوقع اختلاف النسب في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ اختلاف النسب عن إيه؟ على المقاعد ما بين الأحزاب المختلفة. أنا أعتقد إلى حد ما كده تختلف النسب؟ سوف أعتقد أن نسب
وده شيء طبيعي جدا يعني بعد التجربة في الحكم، يعني أنه النسب التي حصل عليها الأحزاب الإسلامية ممكن تقل شوية لصالح الأحزاب الأخرى، وليس بشكل جذري إنما بشكل نسبي، أعتقد هذا. دكتور جمال برضو سريعا في 10 ثواني لو قلت لحضرتك، هل تتوقع أن يتم تغيير الحكومة مرة أخرى في أعقاب البرلمان؟ في أعقاب البرلمان من الطبيعي أن يتم الحكومة، هذا بنص دستوري، لا يعني لا يجب بالفعل أن يتم الحكومة. يعني في أعقاب الانتخابات البرلمانية ننتظر حكومة جديدة. اسمحوا لي مشاهدينا أرحب أشكر ضيوفي الأعزاء دكتور أسامة غزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا. وأيضا دكتور جمال سلامة أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بشكرك يا فندم. وأولا وأخيرا دائما مصر هي الأهم. بكرة فريق عمل جديد وتصبحوا على ألف خير.